بدأت أجراس الإنذار تدق في 2019، وبحلول 2023 كانت الولايات المتحدة قد أكدت الأمر. المخابرات الصينية بتشتغل على بعد 90 ميل بس من فلوريدا. وما كانش ده خبر جديد، ده كان في الحقيقة معروف للجميع، وكل ده بيحصل جنب واحد من أهم ممرات الطاقة في الولايات المتحدة. الصين محتاجة الساحل الخليجي، محبوسة ورا سلاسل جزر. 80% من طاقتها بيمر من خلال نقاط اختناق هي مش مسيطرة عليها. الغاز بيتدفق من الخليج لأوروبا والصين، بتتفرج، ضعيفة، عاجزة، بس ده مش معناه إنها مش بتتحرك. كل خطوة بتقرب ساحل الخليج من تحدي ممكن أمريكا ما تكونش شايفاه جاي، ومكان واحد بيبدأ يبرز: كوبا. النهاردة ساحل الخليج بيمثل تقريباً 20% من اقتصاد أمريكا، وبيتعامل مع حوالي 30% من كل صادرات أمريكا. ده موطن لبعض من أهم الموانئ في البلد: هيوستن، تامبا، كوربوس كريستي، نيو أورلينز. الموانئ دي مش بس مشغولة، الموانئ دي بتنمو أسرع من أي مكان تاني في أمريكا. هيوستن وكوربوس كريستي لوحدهم بينقلوا 91% من كل النفط الخام اللي بيطلع من أمريكا، والأرقام دي مش صدفة. ساحل الخليج يعتبر منجم ذهب للطاقة. بصوا على الخريطة دي، أكثر من نص قدرة تكرير النفط في أمريكا موجودة في منطقة الخليج. تقريباً كل محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في البلد موجودة على ساحل الخليج. دي مش مجرد منطقة، دي نظام حي وبيتطور باستمرار. المفارقة إن ساحل الخليج تطور لأنه كان مثالياً لاستيراد النفط، لكن لما حصلت ثورة النفط والغاز الصخري، كل البنية التحتية اللي كانت موجودة حولت المكان ده لمركز التصدير الرئيسي في البلد. أمريكا دلوقتي بقت أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وبقت كمان مصدر صافي للطاقة بشكل عام. من سنة 2019 ساحل الخليج بقى جزء أساسي من استراتيجية الأمن القومي لأمريكا، وكمان ورقة ضغط ضد الصين اللي مش قادرة تنافسها. بس الموضوع مش متعلق بالطاقة بس. ساحل الخليج هو مركز رئيسي للتجارة البحرية الأمريكية. طيب، إيه اللي هيحصل لو ساحل الخليج اتعطل مثلاً لمدة 30 يوم؟ مش محتاجين نتخيلوا كتير، الأعاصير بتوضح ده بشكل واضح. لما آثار كاترينا ضرب نيو أورلينز، تسبب في توقف 19% من إنتاج النفط الأمريكي، وهدد 24% من إمدادات الغاز الطبيعي. اتشال 0.86% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. إعصار هارفي ضرب هيوستن في 2017. أسبوع واحد بس من توقف الإنتاج في تكساس ولويزيانا كلف الاقتصاد الأمريكي 0.06%. النهاردة 30 يوم من التعطيل هيكونوا كارثيين. بس أهمية ساحل الخليج مش بس في الأرقام، الموضوع كمان عن القوة الصلبة. الجيش الأمريكي محتاج الموانئ دي والطاقة دي. النتائج هتكون واضحة: صادرات الطاقة هتتوقف، الأسعار هتولع في العالم كله، وسلاسل إمداد الجيش هتبقى أبطأ. أوروبا هتخسر مورد أساسي، النفوذ هيختفي. الساحل ده مش بس بيشغل أمريكا، ده بيشغل العالم كله. ودلوقتي البلد اللي أكتر واحدة عايزة تتحدى قوة أمريكا بتتحرك بهدوء جواها. ده لأنه الصين بتستورد 70% من بترولها و42% من الغاز الطبيعي بتاعها، ومعظم ده بيعدي من نقاط اختناق مش تحت سيطرتها. أمريكا ما عندهاش المشكلة دي. مشاكل في مضيق هرمز أمريكا مش فارق معها. هي بتنتج طاقتها بنفسها وبتعتمد على البنية التحتية لساحل الخليج. بدل كده فيه نقطتي اختناق رئيسيتين جوه أمريكا هي اللي مسيطرة عليهم، وده بيخلي أي اضطراب عالمي مش مشكلة بالنسبة لها. الموضوع مش بس إن أمريكا مستقلة في الطاقة، ده كمان أمريكا هي اللي بتحدد الأسعار العالمية، ومش هي الوحيدة اللي بتستفيد. في الوقت اللي كانت أوروبا زمان معتمدة على الغاز الروسي، دلوقتي بتيجي 58% من وارداتها من الغاز المسال من أمريكا، وممكن النسبة دي توصل ل 80% بحلول سنة 2030. زي ما شفنا، كل حاجة بتقف لو حاجة واحدة بس فيهم حصل فيها مشكلة، وده مش مجرد مشكلة اقتصادية، ده كارثة استراتيجية. عشان كده الصين بدأت تدور على بدائل تانية. يمكن ساحل الخليج الأمريكي يكون هو الحل. الصين بالفعل بدأت تستثمر في الأراضي الزراعية في أمريكا، بس ده مش الحاجة الوحيدة اللي بتشتريها هناك. الصين ما تقدرش تهدد أمريكا عسكرياً،
على الأقل مش من غير ما تخاطر بتدمير متبادل، بس تقدر تفرض نفوذها في غرف الاجتماعات والعقود وصفقات البنية التحتية. مبادرة الحزام والطريق دلوقتي بقت بتوصل للأراضي الأمريكية. الرهانات ممكن تكون مختلفة، بس الخطة واحدة. الصين بتختبر حدود نفوذها بهدوء، وبتحط نفسها في مجالات البنية التحتية والطاقة اللي ممكن أزمة فيها تقلب الموازين. كتير من واردات أمريكا بتعتمد على أوناش مصنوعة في الصين، وفيها مخاوف أمنية. إيه اللي هيحصل لو الأوناش دي حصل فيها عطل وتوقفت الحركة في الميناء؟ عطل واحد وأسبوع توقف، وسلسلة الإمداد كلها تتعطل. ولسه فيه موضوع الملكية. شركة صينية دلوقتي بتتحكم في جزء من محطة بايبورت في هيوستن، اللي بتتعامل مع شحنات محلية وأجنبية أكتر من أي محطة تانية في أمريكا، وده معناه نفوذ أكتر. وده مهم لما مليارات الأطنان من التجارة والإمدادات العسكرية بتمر من خلال المحطات دي. وبجانب المعدات والأسلحة، الجيش الأمريكي محتاج 360 ألف برميل نفط يومياً حتى في وقت السلم عشان يقدر يشتغل. حوالي نص الكمية دي بتعدي من خلال مصافي وترمينالات البترول على ساحل الخليج، ولو تعطلت سلاسل الإمداد هتتوقف، مش بس للتدريبات أو المناوشات، لكن لأي مواجهة مع الصين. ساحل الخليج مش مجرد بنية تحتية، ده جزء أساسي من قوة أمريكا في فرض نفوذها، والكونغرس فعلاً دق ناقوس الخطر بخصوص الموضوع ده. الموانئ هناك معرضة للخطر. قدرة النقل البحري المطلوبة لحرب بين دول مش متوفرة بالشكل الكافي، وكمان البنية التحتية للطاقة ممكن تكون معرضة للخطر. وفي أخبار أسوأ لأمريكا، الصين مش بس بتحاول تلاقي موطئ قدم في الموانئ، دي كمان بتدخل في سلسلة إمداد الطاقة على ساحل الخليج. ومن المفارقات إن واحد من أسباب إن ساحل الخليج الأمريكي بقى عملاقاً في مجال الطاقة هو إنه كان بيغطي الطلب المتزايد على الطاقة في الصين. بحلول سنة 2017 كانت الصين أكبر مستورد للنفط والغاز الطبيعي في العالم. وفي نفس السنة دي مجموعة كبيرة من شركات الطاقة الصينية وقعت عقوداً لمدة من 20 ل 25 سنة مع المنتجين الأمريكيين في المنطقة. ممكن تكون الصين قللت واردات الغاز الطبيعي المسال من أمريكا في ربيع 2025 بسبب الرسوم الجمركية، لكن العقود فضلت موجودة. الغاز لسه بيتدفق، هو بس بيتحول لأوروبا عشان يحقق أرباح. على عكس قطر اللي بتحدد وجهات التصدير، أمريكا بتسمح للشركات الصينية تبيع في أي مكان هم عايزينه. الصين تقدر تتحكم في أسعار الطاقة العالمية وتلخبط استراتيجية أمريكا في أوروبا، وكل ده من غير ما تطلق رصاصة واحدة. بس الصين مش واقفة عند حصص الأقلية في الموانئ، هم عايزين يتحكموا فعلياً في عملية الاستخراج. البنوك والشركات الحكومية الصينية مهتمة بشكل خاص بساحل الخليج الأمريكي، وشركات الطاقة بتاعتهم شغالة هناك بالفعل. شركة CNOOC International كان ليها حصة 21% في منصة أبوتوماكس اللي بتنتج حوالي 90 ألف برميل نفط على بعد 80 ميل جنوب شرق لويزيانا، ودي مش الوحيدة. وكمان كان ليها دور في حقل ستامبد للنفط والغاز على بعد 115 ميل جنوب فورتشان لويزيانا. الحصص دي اتباعت لشركة بريطانية بمبلغ 2 مليار دولار في ديسمبر 2024. بس ده بيبين قد إيه قواعد الاستثمار الأجنبي في أمريكا ممكن تكون متساهلة. كل ده جزء من استراتيجية مضادة، لأن دي نقطة ضعف الجيش الأمريكي. يمكن يكون أقوى وأكثر جيش متقدم وخبرة في العالم، بس بيعتمد على حاجات دقيقة كتير بتشتغل مع بعض بتناغم. لو ده ما حصلش سلسلة الإمداد الطويلة بتتقطع، حتى عملية جوية محدودة فوق إيران بتتحول لتحدي لوجستي. ومع الصين المشكلة دي بتتضاعف. وجود الصين في المنطقة والموانئ بيديهم معلومات استخباراتية قيمة. دي استراتيجية فعالة من حيث التكلفة لتعويض النواقص التقليدية. وكمان الصين بتستخدم حليفها الوحيد ونقطة الضعف الجغرافية الوحيدة لأمريكا علشان تحاول تلاقي شوية أوراق تفاوض. القاعدة الجديدة للصين في كوبا ما كانتش مفاجأة كاملة لمجتمع الاستخبارات الأمريكي. بكين نشطة هناك من سنة 1999 لما أنشئت قاعدة تجسس في بيهيوكال، وكمان فيه قاعدتين تانيين في الجزيرة في واهي وكان بسار. يعني كوبا مش مجرد قاعدة واحدة، دي شبكة
شبكة مثالية لجمع الإشارات ومراقبة حركة السفن اللي جاية من الخليج. في حاجات كتير تهم الصين هناك بعيداً عن المواني. أمريكا عندها قواعد مهمة في الخليج زي مقر قيادة العمليات الخاصة وقيادة الجنوب الأمريكية. تركيز مراكز حيوية زي دي في المنطقة بيزود من خطورة التعرض لهجمات ممكن تعطل العمليات والاستعداد. السيطرة، المراقبة، اللوجستيات، كلهم بيتجمعوا في منطقة الخليج. وجود الصين في الأماكن دي مش صدفة، دي تحركات محسوبة في لعبة شطرنج. وكوبا ممكن يكون عندها حاجة تانية تقدمها للصين عمرك ما كنت تتوقعها. نقاط اختناق عكسية. مضيق فلوريدا وقناة يوكاتان مش زي هرمز أو ملقا، لكنهم نادرين استراتيجياً. حركة الشحن اللي طالعة من ساحل الخليج الأمريكي لازم تعدي من واحد من المضايق دي عشان تدخل المحيط المفتوح. في القواعد التجسسية في كوبا مش بس مفيدة لمراقبة الإشارات العسكرية أو الصناعية، هي كمان مفيدة لمراقبة كل حركة للطاقة وحركة المرور العسكرية اللي طالعة من ساحل الخليج. هل ده هيكون كفاية فعلاً عشان يوقف التجارة الأمريكية؟ لا، مش هيمنعها، بس يقدر يعطلها. سلاسل الإمداد الطويلة واللوجستيات بتبقى أصعب. شبكة إعادة الإمداد بتاعة الجيش الأمريكي بتطول أكتر وأكتر، في الوقت اللي الحصار على نقاط الاختناق الصينية لسه شغال بفعالية. وده بالضبط السبب اللي بيخلي ساحل الخليج هدف استراتيجي بالغ الأهمية. أي تعطيل بسيط هنا ممكن يتحول لكارثة استراتيجية لأمريكا، نفس الكابوس اللي الصين بتراهن عليه وهي بتبص على تايوان. طيب الحكومة الفيدرالية بتعمل إيه في الموضوع ده؟ مش كفاية، الكونغرس واقف مكانه. الولايات هي اللي بدأت تتحرك الأول بدافعاً من تقرير فيدرالي صدر في 2021. وزارة الزراعة الأمريكية اكتشفت إن فيه 40 مليون فدان من الأراضي الزراعية مملوكة جزئياً أو كلياً لكيانات أجنبية. بعض الأراضي دي قريبة من الموانئ ومحطات الطاقة والقواعد العسكرية، وده سبب قلق بخصوص السيطرة والوصول والأمان حوالين البنية التحتية الحيوية. عشان كده الولايات بدأت تتخذ إجراءات صارمة. من سنة 2021 تم تمرير 50 مشروع قانون بيقيد ملكية الأجانب للعقارات. معظم القوانين دي بتستهدف الأراضي الزراعية، وبعضها بيستهدف الأراضي اللي قريبة من البنية التحتية الحيوية بشكل خاص. لكن حتى مع كل القوانين دي لسه فيه ثغرات موجودة. مفيش إطار واحد بيحمي بشكل كامل منشآت الطاقة والمواني على ساحل الخليج الأمريكي، فمع غياب القوانين لازم الأول تجهز نفسك للأسوأ. ميامي بتفتش الرافعات المصنوعة في الصين مع خفر السواحل، وبيفحصوا الأمن السيبراني وسلامة التشغيل. خفر السواحل بيتدربوا على الحرب مع الصين. الحرب في سلسلة الجزر الأولى مش هتفضل هناك. الصين هتحاول تضعف قدرة أمريكا على استمرار الحرب من خلال التخريب الاقتصادي واللوجستي. خفر السواحل رسم خريطة للتحديات المحتملة، بما فيها إزاي معدات الصين واستثماراتها ممكن تديها معلومات داخلية مهمة. يعني تخيل كده، تخيل إيه اللي هيحصل لو مواني زي بورت آرثر في تكساس حصل فيها أعطال تشغيلية. الرافعات تتعطل، التحميل والتفريغ يقف، إعادة الإمداد تبقى بطيئة، الذخيرة والبضائع الحيوية تبتدي تخلص، وده مجرد البداية. منصات الحفر البحرية في الخليج تبتدي تتعطل، أجهزة الحفر ما بتستجيبش لأوامر المستخدمين، مفاتيح الأمان ما بتشتغلش، المشغلين بيحاولوا يشتغلوا بالتحكم اليدوي، لكن بعض المنصات بتبتدي تنفجر. وفي نفس الوقت السفن في المنطقة بتبتدي تبلغ عن أعطال في الGPS. أكبر خوف عند خفر السواحل التصادمات في الممرات المزدحمة زي نيو أورلينز. حركة المرور البحرية بتبطأ جداً أو بتتوقف تماماً. الجيش الأمريكي مش قادر يتزود بالإمدادات. ضربات الصواريخ الصينية بتدمر قواعد أمريكا وحلفائها في المحيط الهادئ. حتى الحصار البحري اللي عمله البحرية الأمريكية على نقاط الاختناق زي مضيق ملقا هيبقى بلا فايدة. سطوت. بعد المسافات بيبدأ يكسب، والنشاط الاقتصادي اللي بيدعمه النظام البحري الأمريكي واللي قيمته 26 تريليون دولار بيختل تماماً. عشان كده خفر السواحل بدأوا يستثمروا في حاجات جديدة، طيارات بدون طيار عشان يراقبوا أماكن السفن مش قادرة توصلها، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بتحدد الحاجات الغريبة قبل ما تكبر المشكلة. سفينة واحدة بس بتتصرف بشكل غريب في نهر الميسيسيبي ممكن تكون علامة على مشكلة أكبر في البحر. الاكتشاف المبكر هو اللي بيفرق بين كارثة والسيطرة على الوضع.
وعشان يحققوا ده خفروا السواحل بقوا بيتعاونوا أكتر مع القيادة السيبرانية الأمريكية ووكالة أمن البنية التحتية عشان يحموا الموانئ والمحطات وخطوط الأنابيب. بس الولايات المتحدة مش هتقدر تعمل ده لوحدها. معهد البحرية الأمريكي أصدر تحذير شديد إن حماية البنية التحتية الساحلية لأمريكا محتاجة قدرة تصنيع أكبر من اللي البلد عندها دلوقتي. خفر السواحل لسه قدامه أكتر من 10 سنين عشان يقدر يبدل حتى زوارق خفر السواحل القديمة اللي عنده في الأسطول الحالي. الحلفاء ضروريين، هم كمان عندهم حاجات كتير ممكن يخسروها. أوروبا بتعتمد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بعد ما الإمدادات الروسية وقعت، وفي نفس الوقت اليابان دلوقتي بتاخد حوالي 9 ل 10% من الغاز الطبيعي المسال بتاعها من أمريكا. ازدهار الحلفاء بيعتمد على استمرار حركة المرور في ساحل الخليج الأمريكي، وعشان كده ممكن يكون أفضل دفاع هو الهجوم. سنة 2026 بدأت بتطور مفاجئ. القوات الأمريكية قبضت على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، لكن الخاسر الحقيقي في العملية دي كان غالباً كوبا. فنزويلا كانت أكثر مورد موثوق للطاقة بالنسبة لكوبا، وكانت بتوفر أكثر من 26 ألف برميل نفط في اليوم، يعني حوالي 50% من عجز إمدادات كوبا الكلي في سنة 2025. ولما أمريكا منعت الشحنات دي في فبراير 2026 كوبا واجهت أسوأ أزمة وقود من سنين طويلة. محطات الأتوبيس بقت فاضية، ساعات العمل في المكاتب تقللت، والعائلات بدأت تستخدم مواقد الحطب والفحم في الطبخ. انقطاع الكهرباء بقى شبه مستمر. بالنسبة لأمريكا ده بقى ورقة ضغط كبيرة. حكومة كوبا نفسها دلوقتي اعترفت إنها بتتكلم مع البيت الأبيض. الدولة الجزيرة محتاجة تغير تحالفها، وقواعد الصين هتكون واحدة من الشروط لو كوبا عايزة النور يرجع تاني. بس حتى لو القواعد دي اتشالت، ساحل الخليج لسه مشكلة. المنطقة صغيرة واستراتيجية ومليانة أصول خاضعة لقوانين الاستثمار الأجنبي. بصراحة ساحل الخليج قنبلة موقوتة. الصين حاسة إن فرصة السيطرة على تايوان بتقفل، فهل ساحل الخليج هيفضل شريان الحياة لأمريكا ولا هيبقى نقطة ضعفها؟ شكراً إنكم انضميتوا لي النهاردة. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، ولو حابين تشوفوا فيديوهات أكتر زي دي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الإشعارات، بجد ده بيفرق كتير. شكراً تاني، وأشوفكم المرة الجاية على ماباك.